أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضيلة نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة استهلوها معكم أنا عبد الله محمد علي كالمعتاد بالعناوين. نتائج جيدة لمزارع القمح في سنعفة. سيمينار استكشافي لمسيرة المعاقين في ربع قرن. بحث برامج التنمية في عالدقيح. اتحادية تفجر نفسها وسط العاصمة التونسية. اتفاق لتبادل العملة بين الهند واليابان. والعواصف والأمطار تجتاح مدن إيطاليا. أهلا بكم للتفاصيل. حققت بذور القمح المحسنة المزروعة في المزارع المروية نتائج جيدة. وقال خبير تنمية البذور في المديرية الشاب عقباي مبرحتم أن بذور القمح من النوع الجديد يتحمل الجفاف ويعطي محصول جيد، وقد وجد القبول من المزارعين حيث يتوقع حصاد من 15 إلى 19 كنتال من الهكتار الواحد. وأشار إلى العمل لإيصال هذه البذور التي يتم تنميتها حاليا بالمزارعين النموذجيين إلى كافة المزارعين. وحول الحفاظ على المزروعات التقليدية يتم تنمية أنواع القمح والشعير المستوطنة وتجري الأبحاث لتوسيع انتشارها. وأوضح المزارعين أنهم لمسوا عمليا أهمية وفائدة البذور المحسنة ويعملون لتنميتها ونقلها إلى المزارعين الآخرين. وكانت بذور القمح المحسنة التي تم إعدادها في مركز حلحل للأبحاث الزراعية قد تم تجربتها بنجاح من قبل في مديريات مندفرة وابن حيلي. عقد في مدينة برونتو سيمينار يعكس أنشطة الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب لتحقيق رؤاها ورسالتها وأهدافها منذ تأسيسها قبل 25 عاما. وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ قبر برهان ياسو في التقرير الذي قدمه المصحوب بالأرقام، أوضح الأنشطة المنفذة عبر فروعها في الأقاليم والمديريات والخارج في التنظيم والاقتصاد ونتائجها. وأشار التقرير بالتفصيل للأعمال المنفذة في ربع قرن من خلال الدراسات المتعلقة بالمعاقين وتنظيم ورش العمل وتنظيم والمعلومات وتحسين الخدمات الاجتماعية وتطوير القدرات المهنية والأكاديمية للمعاقين ورعاية المعاقين ورفع القدرات الاقتصادية وتوسيع فرص العمل وتقوية برامج القروض المسقرة والادخار وأنشطة فروع الخارج. وذكر الأستاذ قبر برهان أن البرامج المنفذة تمت بالتعاون بين الحكومة ومؤسساتها والاتحادات الوطنية والمجتمع. كما قدم مسؤول فرع الجمعية في إقليم القاش بركة السيد شمولي والدقرقش تقريرا عن الأنشطة المنفذة في الإقليم. وأشاد حاكم إقليم القاش بركة السيد في السهايلي في الكلمة الختامية على الجهود التي يقوم بها المعاقين داعيا لتضافر العمل الشعبي لدعم المعاقين. بحثت إدارة مديرية عالدقيح فعالية تنفيذ برامج التنمية التي تشهدها المديرية. وأوضح مدير المديرية السيد هبتاي تسفازقي لدى لقاء سكان ضواحي حشملة وحينبة وعنب عور وهدامو وإيجيلة وسافيرة ومسقولة وزولة وسبرسو وأوهني وعمال المؤسسات الحكومية أن مرحلة السلام الجديدة خلقت فرص جديدة ولها أيضا التحديات، داعيا المشاركة والدور النشط للمجتمع والعمل المنسق للمؤسسات الحكومية. وطالب أولياء الأمور المتابعة اللصيقة لأبنائهم والعمل لمكافحة العادات الدخيلة غير المقبولة. وقد جرت لقاءات مماثلة مع سكان 21 ضاحية أخرى بمديرية الدقيح. قال مسؤول متابعة الأمراض الوبائية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد ولد يوسف بلاي أن تعريف الكادر الصحي والمجتمع بالأمراض الوبائية له دور هام لمكافحتها والسيطرة عليها. وقدم في السمينار التنويري الذي عقد في مدينة مصوع من 23 وحتى 27 من أكتوبر، قدم توضيحا عن الأمراض التي تمنح الأولوية في المتابعة والسيطرة على مستوى البلاد كأمراض الملاريا والسحائي والإيبولا والحمى الصفراء وجميع أنواع الإسهال والحصبة وشلل الأطفال والشيكونغونيا. وأشار إلى ارتفاع الوعي الصحي في المجتمع الذي أدى لانخفاض الأمراض الوبائية خاصة السيطرة على الملاريا والشلل الأطفال والحصبة. ودعا المسؤول الاهتمام الجيد بتحصين الإنسان والحيوانات وإصحاح البيئة لمزيد من الإنجازات الصحية، مشيرا إلى أن الدورات التأهيلية المتواصلة تأتي لأهميتها لتحقيق
أهداف وزارة الصحة. قام برنامج الادخار والقروض المسقرة الذي يقدم الخدمات للناشطين في التجارة المسقرة والزراعة قام بتوسيع الخدمات بفتح بنوك ريفية في 3 ضواحي بمديرية فورتساوا. وأوضح وكيل البرنامج في المديرية السيد جرماي براخي أن البنوك الريفية الجديدة أقيمت في ضواحي هوميب وربدة ومولوبر، وقدمت حاليا خدمات القروض بمبلغ أكثر من 2,000,000 نقفة ل 321 مواطن، بينهم 89 امرأة ينشطون في الزراعة وتربية الحيوانات والتجارة. والبرنامج الادخار والقروض المسقرة 930 زبونا، بينهم 395 امرأة في 16 ضاحية بمديرية فورتساوا اقترضوا مبلغ 4,600,000 نقفة. وأشار المقترضون بأن القرض الذي يحصلون عليه مكنهم من بدء الأعمال المربحة وتحسين حياتهم المعيشية، داعين لزيادة القروض المقدمة. فاصل ونوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. فجرت امرأة عمرها 30 عاما نفسها وسط العاصمة تونس، فأصابت 15 شخصا بينهم 10 من الشرطة في تفجير كسر هدوءا مستمرا منذ 3 سنوات بعد هجمات متشددين قتل فيها العشرات عام 2015. وتحدث شهود عن تفجير وقع في شارع الحبيب بورقيبة، حيث طوقت الشرطة في وقت لاحق المنطقة القريبة من المسرح البلدي والسفارة الفرنسية، وأغلقت المحلات التجارية والمقاهي أبوابها في الشارع الذي يعد من أكثر شوارع العاصمة ازدحاما. ونقلت وكالة تونس للأنباء عن مصدر بوزارة الداخلية قولها أن المفجرة ليس لها تاريخ معروف من التشدد. وفي أول تعليق رسمي قال الرئيس الباجر قائد السبسي: كنا نعتقد أنه تم القضاء على الإرهاب، لكن نحن نأمل ألا يقضي الإرهاب على تونس. وقعت الهند واليابان اتفاقا ثنائيا لتبادل العملة بقيمة 75 مليار دولار خلال زيارة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي لطوكيو. ووفقا لرويترز قالت الهند أن الاتفاق يسهم في تحقيق استقرار أكبر في أسواق العملة الأجنبية ورأس المال في الهند. وكان التعاون الأمني والاقتصادي بين الهند واليابان على رأس جدول أعمال ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي ونظيره الياباني شينزو آبي في العاصمة اليابانية طوكيو. وناقش الجانبان تعزيز التعاون الثنائي والتدابير الرامية إلى مواصلة السعي لتحقيق منطقة حرة ومفتوحة بالمحيطين الهندي والهادي. وتعهد آبي بتقديم قروض منخفضة الفائدة بقيمة أكثر من 316 مليار ين إلى الهند من أجل مشاريع البنية التحتية، وتشمل مشروع قطار فائق السرعة بين مدينتي مومباي وأحمد آباد في غرب الهند، ويستخدم تكنولوجيا قطار الطلق الياباني. لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم في إيطاليا بعد أن ضربت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة معظم مناطق البلاد، وتسببت في ارتفاع المياه في مدينة فينيسيا العائمة إلى مستويات قياسية. وقتل شخصان عندما سقطت شجرة على سيارة كانا فيها في منطقة قريبة من العاصمة روما، كما قضى شخص آخر جنوب روما. وفي مدينة فينيسيا منعت سلطات السياح من الوصول إلى ساحة سانت مارك الرئيسية بسبب هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية على معظم مناطق البلاد وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ووضعت جميع مناطق شمال إيطاليا تقريبا في حالة تأهب بسبب العواصف العنيفة والرياح التي بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، وتساقط أمطار في بعض المناطق تساوي معدلاتها في عدة أشهر. قالت منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء يودي بحياة ما يقدر بنحو 600 ألف طفل سنويا، ويؤدي إلى أعراض تتراوح بين فقدان الذكاء إلى البدانة والتهابات الأذن، مضيفة أنه لا يوجد شيء يذكر يمكن للآباء فعله حيال هذا. وذكر خبراء بالمنظمة أنه لا بد للآباء أن يحاولوا تجنب تلوث الهواء في المنازل باستخدام أنواع وقود أقل تلويثا في الطهي والتدفئة وعدم التدخين. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في بيان أن الهواء الملوث يسمم ملايين الأطفال ويدمر حياتهم، وذكر أن أجزاء كبيرة من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من بين أكثر المناطق تضررا.
ولخص تقرير المنظمة أحدث معلومات بشأن تأثير تلوث الهواء والذي يؤثر على نحو 93% من الأطفال على مستوى العالم. وصلنا إلى الختام، في أمان الله وحفظه.